صبعك ينزل على اللايك وتعمل لي لايك وتعمل اشتراك للقناه لو مش مشترك في القناه. النادي الاهلي بيصدر بيان رسميا وبيقول فيه ان هو ارسل خطاب للاتحاد الافريقي لكره القدم بيكشف فيه الخبايا والاسرار اللي حصلت في مباراه الاهلي والهلال السوداني والكواليس كلها اللي حصلت في اللقاء. وكمان بيقول ان رغم في استفزازات من لاعبي الهلال للجماهير، لكن الجماهير كانت ملتزمه يعني باقصى درجات الالتزام مع لاعيبه نادي الهلال ومدربين نادي الهلال. يعني كانوا بيستفزوهم وكانوا على طول بيستفزوا جماهير النادي الاهلي، لكن الصوره طلعت في منتهى الروعه. لكن النادي الاهلي مستاء جدا من اللي بيحصل في الاعلام، وكمان بيطلب من وزاره الداخليه ان هي زي ما ساعدت النادي الاهلي وسمحت بحضور 50,000 او اكتر من 50,000 لمباراه الهلال السوداني، وقد ايه المباراه طلعت بمنتهى الروعه رغم الاستفزازات. هنقول تاني، رغم الاستفزازات اللي كانت بتعملها لاعيبه نادي الهلال لجماهير النادي الاهلي، لكن قد ايه الجماهير كانت عاقله وكانت متفهمه الموقف. وعشان كده النادي الاهلي بيطلب من وزاره الداخليه تاني بعين جامده وعين قويه جدا، يطلب النادي الاهلي من وزاره الداخليه انها تفتح كل مدرجات استاد القاهره لمباراه الرجاء اللي ان شاء الله تقام يوم السبت 22 ابريل في دوري ابطال افريقيا في مباراه الذهاب في دور الثمانيه. مباراه مهمه جدا جدا جدا، ويا ريت وزاره الداخليه تتفهم الموقف وتساعد النادي الاهلي وتساعد جماهير النادي الاهلي بانها تكون حاضره في هذه الملحمه وبكل ادب وبكل احترام تشجع فريقها. كان النادي الاهلي حريص جدا في هذا البيان بانه يرسل بيان قوي جدا لكل مؤسسات الدولة وكمان للكاف، بيكشف فيه كل الافتراءات اللي قالوا عليها مسؤولي نادي الهلال وكل المعلومات الكاذبة اللي لا تعني المباراة في شيء، حاجات بيجيبوها من وحي خيالهم بيقولوها وبيطلع يقولوها في الإعلام، ومفيش حاجة من ده حصلت نهائيا. وكان النادي الأهلي حاطط علاقات مصر والسودان في المرتبة الأولى دوليا. بعد كده كان حاطط العلاقات الوطيدة بين النادي الأهلي وبين الهلال السوداني. لكن متأسف جدا، وده اللي قاله بيان النادي الأهلي، من المعلومات الخاطئة اللي أصدرها مسؤولي نادي الهلال عن تجنيهم في هذه المباراة على النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. تعالوا نروح لمباراة النادي الأهلي مع بيراميدز نهائي كأس مصر، و30 مليون جنيه 30 مليون جنيه مكافأة، رقم كبير جدا، مكافأة للاعيبة نادي بيراميدز لو كسبوا النادي الاهلي في نهائي الكاس، او لو اخذوا الكاس. 30 مليون جنيه، شايفين يعني بيشحنوا اللعيبه لدرجه ايه؟ طبعا من حقهم ان هم يعني يحفزوا لاعبيهم ويحطوا جوائز للاعبيهم في حاله فوزهم على النادي الاهلي. هو اصلا يعني موضوع فوزهم على النادي الاهلي لوحده ده يبردهم، ده يعني مش 30 مليون، ده يساوي مئات الملايين عند مسؤولي النادي بيراميدز، لان هم اصلا معمولين عشان يضايقوا النادي الاهلي ويعطلوا النادي الاهلي ويوقفوا النادي الاهلي. اللي عمل النادي ده في الاول خالص كان قصده كده يهدي الزمالك ال6 نقط ويعطل الاهلي 4 نقط، ياخد منه 3 نقط، المهم يعطل النادي الاهلي. فعشان كده كل مباريات الاهلي وبيراميدز تلاقي شحنه غير طبيعيه خالص، ونلاقي لعيبه قدام نادي الزمالك بط بلدي، اما قدام النادي الاهلي مداخلات عنيفه جدا. يعني تلاقي اللعيب داخل يكنس اللعيب بتاع النادي الاهلي، تلاقيه ما عنده غل كده، ما تعرفش هو بيعمل فيه ايه او ايه فيه ايه. يعني كل ما بيشوف التيشيرت الاحمر بيهيج زي لا مؤاخذه التيران. مباريات غريبه جدا الاهلي وبيراميدز، شحنه غير عاديه من لاعيبه نادي بيراميدز قدام النادي الاهلي، اما قدام نادي الزمالك بط بلدي، يتغلبوا بال3 وبال4 وبيخرجوا بيسلموا على بعض ولا اكن حاجه حصلت، وكأن الخطه نجحت. يعني كأن انت نازل عشان تكسب الزمالك، وبعد ما بتكسر الزمالك بيقعدوا يسلموا على بعض. لو النادي الاهلي كسب بقى تلاقي شكل وتلاقي ضرب وشتيمه، واللاعيبه بقى ايه طبعا خلاص بقى فشلوا في انهم يعطلوا النادي الاهلي او يحرموه من نقاط.
فهم فشلوا، فبيطلعوا بقى عصبيين يمسكوا بقى في الشناوي، يمسكوا بقى مثلا في اي لاعب، ويقعدوا بقى يقولوا حاجات بقى وكلام فارغ. هي دي مباريات الاهلي وبيراميدز. فعشان كده الراجل صاحب رئيس نادي بيراميدز حاطط 30 مليون جنيه ك مبلغ جائزه تحفيزيه عشان يكسبوا النادي الاهلي وياخدوا كاس مصر. لكن اكيد برضو ان النادي الاهلي رجالته رجاله ومش هتسكت، وباذن الله باذن الله هتاخد الكاس رغم انف اي حاقد. وطبعا هم عارفين نفسهم. الخوف كله يا جماعه مش من لعيبه النادي الاهلي ولا من رجاله النادي الاهلي ولا من قوه لعيبه نادي بيراميدز، لا، الخوف كله من التحكيم والمأساة اللي ممكن 70 او 80% نعيشها بعد بكره او بكره باذن الله يوم الاثنين في مباراه الاهلي وبيراميدز من التحكيم. لان التحكيم المصري ده مش عايز اتكلم، يعني مش عارف اعبر عن مشاعري تجاه هذا التحكيم الظالم على طول الخط للنادي الاهلي، وخصوصا في مباراه الزمالك وبيراميدز. الحاجه الوحيده اللي مخوفاني من هذه المباراه مش اللاعيبه، لا، التحكيم، حتى في وجود الفيديو. فانا يعني انا مش خايف غير من التحكيم، انما ككوره لا، النادي الاهلي اعلى بكتير، اسماء وجماعيه وكل حاجه، لكن تحكيميا انا حاطط ايدي على قلبي من هذه المأساة اللي هنشوفها يوم الاثنين 10/4. ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر باذن الله في المباراه دي، والنادي الاهلي يقدر يتوج بكاس مصر على حساب غريمه الجديد نادي بيراميدز. في نهايه الفيديو بطلب من كل اللي شافوني او من كل اللي بيشوفوني يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وفي النهايه شكرا لكم والسلام عليكم.